عسلامة ومرحبا بكم في درس جديد من محور إدارة النشاط المجتمعي. اليوم باش يكون آخر درس من سلسلة تدريبات دامت 8 دروس. حكينا فيها وفصلنا عديد الأدوات والخطى الأنجع باش ننفذوا فكرة المشروع أو المبادرات الاجتماعية انطلقت من مشكل اللي اتفقوا عليها مجموعات استشرناهم في أول المطاف وبنينا عليهم الأهداف والاستراتيجيات وميزانية وحتى وسائل التمويل اللي طرقنا لهم في الدروس الماضية. زعما شنو مازال اللي ماذا بينا نختموا به كل هالدروس؟ هيا سيدي ختامها مسك، واليوم باش نحكيو على كيفية تقييم هالمجهود والأفكار والمصاريف وإلى آخره. بالطبيعة مادام وصلنا هوني وعملنا مشروع وكنا له تمويل لازم نتفقوا على وسائل تقييم التأثير والتغيير اللي نطمحوا نوصلوا له. وشنو هو المؤشرات اللي يخليونا نقيسوا التغيير؟ خلينا أول حاجة نبداو بما معنى تغيير. هو الحاجة اللي نطمحوا نغيروها في الإنسان، في الوضعية، في العقلية، ولا حتى في ثقافة. يعني الحاجة اللي نشوفوها ماهيش مطبقة بطريقة صحيحة، أو الحاجة اللي نفتقروها وإحنا نحبوا نبدلوها إلى وضعية ما أحسن. كمثال، مدرسة فيها كل الظروف الملائمة، تلامذتها نجباء، أساتذتها متعاونين، ولكن البنية التحتية هي اللي مخلية الظروف تعكرت، ولأنه الجو ما يكونش كما احنا حبوا، إلى جانب افتقار لنوادي ثقافية. فالتغيير نطمحوا له، ولا اللي من بعد ما نغيروا في البنية التحتية إنه الأستاذ باش يكون موجود وحاضر أكثر، مستوى التلاميذ باش يتحسن، ومع هذا عدد النوادي الثقافية باش تزيد. هوني في الآخر الخدمة متاعنا ماناش باش نقيسوا شنو هو تبدل في البنية التحتية كهو، خاطر يقعد وسيلة وليس الهدف. اللي باش نقيسوه هو تبديل العلاقة بين الأساتذة والتلاميذ، مستوى التلاميذ، عدد النوادي، يعني التغييرات اللي طمحنا نوصلوا لهم. وهوني نجم نقولوا البرنامج نجح ولا لا. في أول مرحلة نبداو بها مع تحديد الأهداف هما المؤشرات اللي نطمحوا نغيروهم وكيفاش نجموا نقيسوهم. وهوني تصير المقارنة بين اللي كنا فيه قبل ما نجيو احنا نبداو البرنامج واللي صار من بعد. ما بين الوسائل اللي نجموا نستعملوهم هما التقييم القبلي والتقييم البعدي. يعني نجي قبل ما يكون عند المستفيدين حتى فكرة على البرنامج ونبداو نقيموا المعارف أو التفكير أو وضعية المشاركين بأسئلة أو وضعيات أو غيره. وفي الآخر البرنامج نعاودوا نفس الأسئلة ونشوفوا التغيير اللي صار اللي نجم يكون إيجابي أو لا تغيير أو حتى سلبي. وهوني حسب النتيجة نبنيو تصورنا للتأثير اللي كان موجود. فما زاد طريقة أخرى تكمل الطريقة الأولى اللي حكينا عليها، واللي هي تغيير عبر المؤشرات. يعني باش نحطوا من قبل ما نبداو المشروع مؤشرات التغيير اللي نطمحوا نوصلوا لهم، باش نقيسوهم قبل، في وسط، وبعد انتهاء عملنا في المشروع. وهكاك نجم نقولوا نجحنا كليا أو جزئيا في خلق التغيير عبر برنامجنا. القياس ينجم يكون عبر مقابلات، ملاحظات ميدانية، أو حتى تغيير وضعية. أما التأثير في بعض الأحيان كان مش حتى غالب الأحيان ياخذ برشا وقت ومش في ليلة ونهار. هذاك علاش حتى بعد ما احنا قمنا بالبرنامج وحسينا تغيير صغير لازم ديما نخليو وقت ونرجعوا بعد عام، عامين، ولا حتى أكثر ونشوفوا التأثير الحقيقي. والتأثير ينجم يتوسع إلى مناطق وولايات وحتى بلدان أخرى إذا النموذج يكون ناجح ويمشي مع الفئة المستهدفة. ننصحكم قبل ما تنطلقوا في برنامجكم الأنشطة اعملوا بحث على البرامج المشابهة في العالم، يمكن يلهمكم ويعطيكم أفكار ما كنتوش تخموا فيها. وبهذا سكرنا البرنامج التدريبي، حوصلنا كل المراحل اللي تنجم تخليكم تبنيوا مشروع ينطلق من مشكل لتحديد هدف باستعمال أدوات برينستورمينج، مايند مابينج، هدف الذكي، نظرية التغيير، وكل الأدوات اللي تسهل حياتكم. وبهذا نتمنى لكم حظ موفق في البرامج والعمل متاعكم في مناطقكم.